بعد كبوة العناب في مباراة الافتتاح وعن المجموعة الثالثة، حقق الأخضر السعودي على أرضية استاد لوسيل فوزا تاريخيا مهما أمام منتخب التانغو بحصة هدفين لهدف، منح ميسي الأسبقية للفريق الأرجنتيني في الدقيقة العاشرة من ضربة جزاء. غير أن أهل الربع الخالي كان لهم رأي آخر بعد العودة من مستودع الملابس، إذ بعد 3 دقائق من انطلاق شوط المدربين تمكن المهاجم السعودي صالح الشهري من تعديل الكفة لبلاده في الدقيقة 48. بعدها بدقائق فقط أهدى المتألق الدوسري الهدف الثاني للسعوديين في الدقيقة 53، وهي نتيجة حافظ عليها الأخضر السعودي حتى إعلان الحكم السلوفيني فينيتشيتش عن نهاية اللقاء. فوز جعل المنتخب السعودي يتبوأ صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط تعطيه دفعة قوية وثقة في النفس للقاء أصدقاء ليفاندوفسكي يوم 26 من الجاري. الجمهور العربي كان سعيدا بهذه النتيجة، وكان مؤشر سعادته سيرتفع لو تمكن نسور قرطاج من تحقيق نتيجة مماثلة أمام الديناميت الدنماركي في اللقاء الذي جمعهما على بساط استاد المدينة التعليمية عن المجموعة الرابعة، في مقابلة سير أطوارها باقتدار الحكم المكسيكي سيزار راموس. المباراة بين الفريقين عرفت ندية واندفاعا من الجانبين دون إحراز تغيير في النتيجة، لينتهي اللقاء على وقع البياض، وهي النتيجة التي آلت إليها مباراة بولندا والمكسيك عن المجموعة الثالثة، والتي جرت على ميدان 9/7/4 15 تحت قيادة الحكم الأسترالي غريس بيث، وعرفت ضياع ضربة جزاء برجل نجم برشلونة ليفاندوفسكي. وعلى أرضية ملعب الجنوب تجاوز أبطال نسخة روسيا 2018 المنتخب الأسترالي ضمن ثاني مباريات المجموعة الرابعة، وزار مرماه في 4 مناسبات: الدقيقة 27 بواسطة اللاعب رابيو، والدقيقة 32 عن طريق اللاعب جيرورد، وخلال الشوط الثاني عن طريق كل من الفتى المدلل مبابي في الدقيقة 68 وجيرورد مرة أخرى، موقعا الثنائية في الدقيقة 71، رغم أن الكونغر الأصفر كان سباقا للتهديف منذ الدقيقة 9 بقدم لاعبه غودوين. وفي حوار المجموعة السادسة سيلاقي أسود الأطلس وصيف النسخة السابقة المنتخب الكرواتي في لقاء ينتظره المغاربة بكل شغف قصد تحقيق ما حققه الأخضر السعودي أمام منتخب التانغو. وقد عبر ربان الأسود والد الركراكي عن ارتياحه العام لمعنويات عناصر المنتخب الوطني، مؤكدا ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية تريح الفريق من عناء الحسابات. مباراة الأسود ستجرى بملعب البيت بالخور الأربعاء على الساعة 11 صباحا بتوقيت المغرب، فكل التوفيق لأسودنا الأشاوس. إلى الملتقى بحول الله.